على عبد العال، انا من وجهه نظري هو احسن مدرب حاليا في الدوري المصري. انا بحب الراجل ده ليه؟ واحد اتنين، انا عايز واحد اشتغل باتنين، خلصت. لكن ما تجيش تقول انت بتدافع ليه؟ ما هو انا مش ماسك البرازيل، ما هو انت مش ماسكني روبرتو كارلوس وكافو وكاكا ورونالدينو وبتقول لي انت ليه بتلعب باركس باص؟ لا طبيعي العب باركس باص. فرقتي هي يا معلم بتعرف فيها حد؟ لا. دي مقوماتي اللي انا اقدر العب بيها عشان احقق التارجت. التارجت يا جماعه، احنا اهم حاجه التارجت. يعني ايه؟ اتكلمنا قبل كده قلنا ان الاهلي عايز مدرب اجنبي عشان التارجت افريقيا. لكن لما يبقى تارجتي الواحد في الدوري انا فاهم انا هجيب التارجت ده ازاي. فريق زي المحله السنه اللي فاتت هو قبل اخر الدوري وهابط، فقعد في دوري في بيراميدز والاهلي والزمالك بقوتهم الشرائيه وزد والمصري البورسعيدي 5 فرق والبنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا 7 فرق قادرين يشتروا اي لاعب. فانا هعمل ايه؟ فانا هشتري اللعيبه اللي من الدرجه الثانيه، اللعيبه اللي انا عارف ان هي كويسه، فحقق بيها الهدف بتاعي. تقول لي انت بتتعادل ليه؟ انت ما تفتح يا عم وتلعب. افتح والعب فين؟ ازاي يا معلم؟ هفتح العب مين؟ بس الراجل ده على عبد العال من احسن مدربين السنه دي في الدوري المصري، وعارف معنى صح التطبيق الحرفي لجملتين: من اين توجد الكتف؟ الكره تكسب ولا تلعب. شكرا جدا.